السلام عليكم. معكم عاطف طهري، ممرضة متعددة التخصصات المركز الاستشفائي الجامعي، عضوة في المكتب الجامعي ديال النقابة المستقلة طنجة تطوان الحسيمة. كيف ما كتشوفوا خلال هذا التصريح هذا، الأعضاء ديال المكتب النقابة المستقلة وكذلك ممرضي المركز الاستشفائي الجامعي كيخوضوا واحد الوقفة دابا أمام المدير، أمام مكتب المدير الجامعي. ومع الاسف كنتفاجئوا انه المدير فجاه خرج رخصه، يعني خرج كونجي هذا النهار هذا بالضبط. ما عرفناش السبب علاش، واش تجاهل، واش تمييع، واش عدم اخذ المطالب ديالنا بجديه. هذه الوقفه هذه طبعا كانت استمرارا للمسلسل النضالي اللي بديناه الاسابيع الماضيه. بدينا بوقفه، مع ذلك ان الوقفه ما عطاتش واحد، ما خلاش انه المدير يتحاور معنا، يعرف شنو المشكل اللي كاين، مع العلم انه عارف انه النصف ديال، او كما كنقولوا اغلب ممرضي هذا المركز ما راضيينش على الوضعيه. ما عجبهمش الوضعيه اللي حنا وصلنا ليها، مع ذلك ان المدير ما بغى يعمل حتى شي حل. فبذلك استأنفنا المسلسل النضالي، بدينا اليوم بوقفه، وهذه الوقفه فاش غادي تسالى غادي يستمر الاعتصام. كاين اعتصام حتى السادسة مساء امام مكتب المدير. كنحاولوا اننا نوصلوا له انه خاص ضروري يجلس معنا ويلقى معنا الحوار، وهذا الشيء هذا طبعا جا من بعد بزاف د المراسلات اللي ما كانش كيجاوب عليها. من بين هاد المطالب، مع العلم انهم كاين بزاف د المطالب، كاين بزاف د المشاكل، ولكن اهم مشكل حاليا كاين هو تعويضات الحراسه. تعويضات الحراسه، حنا كيف ما كنعرفوا ان الممرض ما كيشتغلش بنظام التوقيت الاداري، يعني ما كيشتغلش من كيف ما كنقولوا 8 ونص ل 4 ونص، لا كيشتغل بنظام الحراسه. يعني كاين ايكيب كتدخل من 8 الصباح ل 8 الليل، وكاينه ايكيب كتدخل من 8 الليل ل 8 الصباح. فبذلك قطاعات كاملين اللي كيخدموا بنظام الحراسه كيكون واحد التعويض زائد الراتب الشهري، كيدوز واحد التعويض ابار. هذا التعويض هذا مع الاسف كنلقاوه هزيل بزاف. يعني مثلا كتخدم 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، كتخدم في العيد، كتخدم في الويكاند، كتخدم في الليل. في الاخر فاش كتجي تشوف التعويض كتلقى في هذيك 3 موا ولا 4 موا ولا 5 موا يلاه كتوصل لك واحد 400 درهم، 500 درهم، حتى 300 درهم. انا شخصيا خدمت 3 شهور وصلتني 200 درهم. يعني 3 شهور وانا كنخدم في الليل، يعني الليل يعني ما داخلش في التوقيت الاداري، يعني هذاك بوحديته خصو واحد التحفيز بوحديته، وصلتني 200 درهم. فاحنا كنجيو كنشوفوا هذا الشيء انه لا ينصف الممرض، حيتاش في نفس هذه الجهه هذه اللي كنهضروا عليها، الناس ديال محمد الخامس، ناس محمد السادس، يعني الناس ديال اللي كيخدموا في المؤسسات العموميه الصحيه الاخرى كياخذوا 3800 درهم، ما يقارب 3800 درهم في 3 شهور. وانت اللي خدام في هذا المركز الاستشفائي الجامعي وكتخدم بنظام الحراسه، حنا كاملين كنخدموا بنظام الحراسه، ولكن كيف ما عارفين انه هنا كاينه كما كنقولوا لا شارج بزاف، يعني كاينه لاكتيفيتي بزاف، كاينه الخدمه بزاف، كتجيك في 3 شهور كتجيك واحد 400 ولا 500 درهم. فاحنا كنطالبوا المدير انه يصرف لنا تعويضات الحراسه ديالنا اللي باقي كنتسالوهم عامين هادو غير اللي باقيين كنتسالوا، وبغينا الصرف ديال تعويضات الحراسه بطريقه جديده، بالصيغه جديده اللي بدات في بزاف ديال الجهات، منهم جهه طنجة تطوان الحسيمه، جهه الشرق، جهه فاس بكناس. يعني اغلبيه الجهات دابا كيتصرفوا التعويضات بالطريقه الجديده اللي هي كتجيك ما يقارب 3800 درهم في 3 شهور. ولكن حنا مع الاسف المدير مازال ما باغيش يطبق هاد الصيغه هذه. كيحتاج انه كاين مشكل في الوزاره، وابخي فاش الوزاره صافي عطات لاكور انه يتصرف تعويضات الحراسه الجديده مؤخرا في الحوار القطاعي الاخر، ولكن المدير مازال ما بغاش يجلس معنا، مازال ما بغاش يحقق هذا المطلب هذا على ارض الواقع. وحنا مازالين في الاحتجاج، ومازالين غادي نبقاو. احنا شهر 8 احنا هنايا طنجه الحمد لله فيها البحر، حنا نبقاو نحتاجوا هنايا نهار على نهار، نهار على نهار، ما عندنا فين نمشيو باش هذا المدير هذا يخضع لنا ويسمع لنا بعد المطالب ديالنا، ويكون ان شاء الله واحد الحل. وشكرا. نويور اسماء قابله الكاتبه الجامعيه النقابه المستقله للممرضين وتقنيي الصحه بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجه. جينا اليوم استئنافا واحد المسلسل النضالي كنا بديناه تقريبا هذا الشهر. هذا المسلسل اللي كيقرب واحد المطالبه للممرضين وتقنيي الصحه اللي كيشتغلوا في هذا المستشفى الجامعي.
بالحقوق ديالهم في التعويضات عن الحراسه، وكذلك منع انتحال صفه ممرض. باش نشرح او باش نقرب للراي العام هذه المطالب هادو، ففي هذا المستشفى اللي مازال ما دازش عام ونص تقريبا على التدشين ديالو من طرف صاحب الجلاله، الا ان هاد الناس اللي كيشتغلوا فيه، واخص بالذكر الممرضين وتقنيي الصحه، كيشتغلوا في واحد الظروف كارثيه. فضل واحد النقص حاد في المعدات والادويه، في واحد المشكل كبير في لا ديستريبيسيون ديال الادويه، اللي كيخلي دائما هادشي كيهدد بصحه وسلامه المواطن، وكيخلي دائما الممرض في واحد المواجهه مع المواطن، سواء دار سواء اصلا ما كاينش باش تخدم. دونك كطيح في واحد لا كونفرونطاسيون ديريكت مع المواطن، الشيء اللي كيأثر على جوده الخدمات. نورمالمون سي اش هو واحد المعلمه صحيه اللي كان كلشي كيستبشر فيها خير في هذه الجهه من تشنات من صاحب الجلاله، الا للاسف ان الطريقه ديال التسيير ديالها ما كتبشرش بالخير. باش نلقاو ان في واحد الصيدليه مركزيه اللي كتسهر على توزيع الادويه للمصالح الحيويه، وكنهضروا على الانعاش، كنهضروا على المستعجلات، كنهضروا على المستشفى الانكولوجيا، كنلقاو ان مساعدين في العلاج تابعين لشركات المناوله ما عندهمش الاهليه ولا الكفاءه باش يقوموا بهذه العمليه هذه، هما اللي كيقوموا بتوزيع الادويه، شي حاجه اللي هما اصلا ما ضابطينهاش، شي حاجه اللي هما اصلا ما عندهم حتى شي علاقه بها. وهذا السيد المدير هذا كيشرع لهم هذا الفعل هذا. زائد ان الممرض قبل كاع ما يتشن المستشفى الجامعي تقريبا بعامين وكيشتغل بنظام الحراسه، لحد الساعه ما كاينش تعويضات، سواء الليل سواء النهار سواء الويكاند سواء الاعياد، لحد الساعه ما كاينش تعويضات على الحراسه. هذه 3 سنين وحنا كياكلونا في عرق كتافنا، هذه 3 سنين وحنا كنطالبوا بهذا التعويض الحراسه، والمسلسل ديالنا النضالي راه مازال مستمر الى تحقيق المطالب. معك انس بن حميد، ممثل النقابه المستقله للممرضين في مستشفى جامعي. اليوم كنقوموا بوقفه احتجاجيه لاعضاء المكتب الجامعي مصحوبه باعتصام جزئي داخل اوقات العمل. هذا الشيء كيجي نظرا للاحتقان الذي يشهده المركز، ونظرا لسياسه الاذان الصماء التي تنهجها الاداره تجاه المطالب ديالنا، اللي هي التعويضات عن الحراسه. كنطالبوا بتعويضات اللي هي منصفه لينا وبطريقه مثلى للاحتساب. كذلك كاين احتقان واقع بال لا فارماسي سنترال، وذلك ناتج عن عدم التجهيزات اللي هي كامله. وحنايا هذا الاحتقان هذا راه كنشهدوه من نهار بدا هذا المركز هذا، وحنايا ديما في احتقان مع هذه الاداره هذه وفي التشحنات. وحنايا راه مازالين مستمرين في المسلسل النضالي ديالنا، مازالين غادي نقوموا بعده اعتصامات، غادي نرفعوا من الوتيره ديالها من 24 ساعه ل 48 ساعه، ونقدروا ندخلوا في الاضراب اللي هو مفتوح واعتصام مفتوح.